قام رئيس الوزراء فتح تكهنات وترجيحات كثيرة جدا، منها مثلا أحد حلين أو ثلاثة أنت هتلجأ ليهم. بس بدأ بقى الناس يتكلموا في تأثيرهم على المواطن المصري وعلى التضخم والأسعار وغيره والكلام ده. هل هو يقصد مبادلة الديون بأصول؟ ما هو ده على فكرة سيناريو اتطرح من خبراء في تفسير كلام. ما هو دي المشكلة بقى، انك انت رئيس حكومة مع تقديري واحترامي الشديد للدكتور مصطفى مدبولي، كان يجب ان يوضح اكثر. مبادلة الديون باصول او حصص في شركات او غيره او الكلام ده من الحلول اللي بتلجأ ليها بعض الدول. وده يمكن في تحليلات الاقتصاديين قالوا ربما يقصد ذلك، سيتم الاعلان عن مبادلة ضخمة للديون. طيب السيناريو الثاني اللي هو برضو البعض رجحه، انه يتم دمج الهيئات الاقتصادية الخاصة في مصر في موازنة الدولة. ايه هي الهيئات الاقتصادية الخاصة؟ في هيئات اقتصادية في مصر تقريبا 59 هيئة في مصر لا تدرك في الموازنة العامة للدولة، لانها هيئات مستقلة. زي مثلا هيئة المجتمعات العمرانية بكل ما لديها من اراضي او غيره او الكلام ده. دمجها في الموازنة العامة ده هيعمل ايه؟ انا مش بتاع اقتصاد بس حسب فهم. ده هيعمل ايه؟ هيعمل ان هيؤدي الى ارتفاع الموازنة، وبالتالي نسبة الديون من الموازنة تقل. طيب ما هو في الاول وفي الاخر هي المسألة رقم. ده انا سألت في اقتصاديين كتير على فكرة ما عرفوش يقولوا لي، هل انت تقصد خفض الدين المصري كرقم ولا في التنسيب كنسبة؟ خلي بالك الكلام ده خطير جدا.